تعالَ أقول لك إزاي تعمل نشر تلقائي على الWordPress، وكمان تاخد المقالات من ويكيبيديا وتعدلها عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتناسب شروط الSEO، وكمان تgenerate الصور وتحطها على موقعك على الWordPress. يلا بينا نبدأ الفيديو. يا أهلا بيكم من جديد، معاكم مروان خليل من n10 بالعربي، والنهارده بإذن ربنا هنتكلم على إزاي تعمل أتمتة للمقالات من غير ما تدخّل أي حاجة. هو بس أنت بتدخّل أنا عايز مثلًا مقالة عن العلوم، أنا عايز أو تجهّز Google sheet يعني عن المقالات بتاعتك وهكذا. هو يروح لويكيبيديا ويبدأ ياخد المقالات ويبدأ إن هو يعدّل فيها ويكتبها زي ما أنت عايز ويبدأ يحطها على الWordPress. بس قبل ما نبدأ ما تنساش إن أنت تعمل لايك، شير وسبسكرايب في القناة. تنزل في الوصف هتلاقي تحمّل الscript ده مجانًا أو في أول تعليق، وبعد كده هتدوس على ال3 نقط دول وimport from file، وتبدأ إن أنت تشغّل الautomation بتاعك. ولو مش عارف يعني إيه NetN هيظهر فيديو ناحية اليمين أو ناحية الشمال، وتبدأ معانا رحلة الأتمتة بتاعتك وتوفّر عدد الموظفين عليك. طيب أول حاجة تعالوا نشوفها مع بعض، إن إحنا عندنا automation هو عبارة عن إن هو بيتكوّن عن chat. الchat ده أنا باكتب له مثلًا اعمل لي مقالة عن كذا، اكتب لي مقالة عن العلوم، حلو، وبيبدأ إن هو يروح للAI agent. ماشي، أنا هنا حاطط الchat input، وهنا حاطط prompt أنت كاتب مقالات وتقدر إن أنت تعمل لي مقالات تناسب الSEO، وصيغها لي وحطها لي على الWordPress. طبعًا في prompt برضه هاسيبه لك في المقالة اللي تحت. الprompt ده يقدر إن هو يكتب لك، طبعًا مش ده، يعني prompt تانية أطول من ده بكتير، يكتب لك مقالة. ماشي. طيب، المهم إن ده الAI agent مربوط بLLM module اللي هو ChatGPT، وتقدر إن أنت لو أنت مش عايز تدفع فلوس ممكن تستخدم حاجة اسمها Open router. ده مجاني 100%. تمام. وعندك هنا في الtool في عندك تقدر تربط ويكيبيديا، مش محتاج أي حاجة غير إن أنت تكتب بس، تدوس على الtool دي وتكتب إن هوّة إيه، ويكيبيديا. طبعًا أنت مش هتحتاج تعمل أي حاجة، أنت كده معاك الscript مجانا. نيجي بقى لأهم نقطة، نقطة الWordPress اللي أنا قعدت ساعات عمّال بادوّر حرفيًا وعمّال أخُش على مواقع كتير زي Reddit، وعمّال أخُش على كَم فيديوهات غير طبيعي عشان إن أنا أربط بس الWordPress بNetN. طيب، هنا عندنا لو كتبت إن هو WordPress هيظهر لنا WordPress. لو دوست عليها طبعًا في هنا حاجات كتيرة جدًا، يعني هنا مثلًا أنت تكرر post، تجيب post، يعني مثلًا عايز تعدّله، تجيب أكتر من post، تعمل تحديث لpost، تعمل صفحة وهكذا. كل الحاجات دي أنت تقدر إن أنت تدخّلها على الNetN. أنا بالنسبة لي أنا عايز إيه، أcreate post. ماشي. طب لمّا بتcreate post بيطلب منك كذا حاجة. أول حاجة credential، هي دي اللي مطلّعة عيني صراحة. هتدوس على create new credential وتبدأ تحط أول حاجة الlink بتاع الwebsite بتاعك. تاني حاجة هتحط الإيه، الuser name. طب هاجيب الuser name ده منين؟ تبدأ تخش على الuser all user. ماشي، وتدوس على add new user، أو اللي أنت الuser بتاعك تاخد الإيميل بتاعه. ماشي، أو إن أنت تعمل user جديد وتبدأ تدوس على add new user وتبدأ إن أنت تكتب الuser بتاعك هنا، اللي هو بعد كده هتاخده وتروح تحطه هنا. جميل. وطبعًا الإيميل بتاعك مهم، وهنا الباسورد، بس مش هو ده الباسورد اللي أنت هتاخده، لأ للأسف. تمام. هتنزل تحت شوية، قُل له add new user بعد ما تعمل الuser. أنا هنا عملت خلاص الuser، وهابدأ إن أنا أنزل تحت. طبعًا هتروح بقى على new password، لأ مش هتروح على new password، هتروح على حاجة اسمها application. تمام، new application password. تمام، هي دي. احتمال كبير ما تلاقيهاش، يعني أنت لمّا تنزل مش هتلاقيها. ليه بقى؟ أول حاجة لمّا تروح على الplugin بتاعتك، لو أنت مثلًا عامل الwebsite على Hostinger أو أي حاجة، ففي أدوات أنت لازم تعمل لها deactivate. ماشي، يعني في tools أنت لازم تعمل لها أو plugin تعمل لها deactivate عشان دي تظهر معاك. وهتكتب مثلًا NetN. ماشي، هتكتب مثلًا NetN ده اسم الapplication وتبدأ تدوس على add application password. هيظهر لك أهو password، هو ده اللي أنت هتاخده وتروح تحطه هنا أهوّة في خانة الباسورد. وكده مبروك عليك ربطت الWordPress بNetN.
طيب أنا هنا عندي الoperation بتاعتي create إن أنا هcreate post. أنت طبعًا عندك title اسم ماشي، وعندك إن هو الcontent الcontent ده اللي هو بقى إيه، المحتوى بتاعك اللي هيطلعه لي ChatGPT تمام، هتسحبه بس كده copy. عندك بقى هنا الauthor ده ما لكش دعوة بيه، الslug ده اللي هو العنوان اللي بيبقى بعد العنوان ماشي، مش لازم تعمل بيه حاجة، الstatus ما تعملش فيها حاجة تمام. في عندك بقى شوية حاجات تانية، يعني الtemplate شكل المقالة هيبقى عامل إزاي، التاجات الcomment هيتفعل comment والّا لأ، وهكذا ماشي. طبعًا أنت ممكن بقى إيه، يعني تروح تgenerate صور برضه، يعني أنا ممكن إن أنا أدوس على plus دي وهاكتب إن هوّة مثلًا open AI هو ده اللي هيطلّع لي بقى الصور ماشي. ممكن إن أنا أقول له أنا محتاج generate an image أنا عايزك تطلّع لي صور. طب أنا دلوقتي محتاج صور ليه؟ ممكن آخُد بقى المقالة كلّها وأبدأ إن أنا أقول له أنا عايز صور عن المقالة دي، وكل اللي أنا هاعمله هاروح إن أنا أسحب الصورة تبقى في المقالة أو جوّه المقالة، وكده أكون أنا ربطت WordPress بويكيبيديا، تاخد المقالات من ويكيبيديا تتعدل من خلال الAI agent وتبدأ تنزل على الwebsite بتاعك من غير ما تدخّل أي حد وكل ده بالأتمتة. طبعًا ما تنساش إن أنت تنزل تحت وتاخد خصم ال70% وتبدأ معانا كورس الأتمتة من الصفر للاحتراف. كان معاكم مروان خليل من NNN بالعربي، سلام.